بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا محمد نبي الأمة ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. كل شيء في الزمالك على العلن وعلى العامة، والعامة تستفسر ما هذا الذي يحدث من مجلس إدارة نادي الزمالك، بخلاف تجاوز الحكام واحتوائهم للزمالك الفج العلني في المباريات. وأهم شيء بالنسبة لهم هو خروج الزمالك فائز، وغير ذلك غير مباح لأي طاقم يدير مباراة الزمالك. لم يقتصر كل هذا على الاحتواء فقط، بل الزمالك يطالب الدولة أن تعامله كنادي كبير وله قاعدة جماهيرية كبيرة، في استثناء في خطأ وقع فيه في بيعه لأرض النادي والمخالفة لوائح القوانين. أرض مخصصة من 2003 لإقامة ملاعب للأعضاء، باع ربع الأرض ومخالفة لوائح القوانين لرجل أعمال وابن رئيس نادي سابق الذي يدير نادي الزمالك الآن من الخلف. وهذا المجلس لا يقتصر عمله على ذلك فقط، بل تخطى كل الحدود الممكنة والغير ممكنة. ذهب إلى الإمارات بعثة كرة الطائرة، فريق الكرة الطائرة، وانضم معه 3 لاعبين من أندية على غير رغبة أنديتهم. حتى لو تعاقد معهم لم يتم تسجيلهم بقائمة اتحاد كرة الطائرة، وتقدمت هذه الأندية بشكوى إلى الاتحاد، ونحن ننتظر هل ستمر مرور الكرام مثل كل شيء يمر مرور الكرام. كيف خرج هؤلاء اللاعبين من مصر بدون موافقة أنديتهم، ومن أعطى لهم تصريح بالإذن بالسفر؟ لأن عامة الجماهير تريد أن تعرف ماذا يحدث وماذا سيحدث بعد ذلك. هذا النادي يقوم بتحريض اللاعبين على أنديتهم. الآن أحمد عبد القادر لا هو لاعب ولا هو أي شيء، واللاعب حامد حمدان الذي تمرد على ناديه هو، وقد ودع أسرته أن تناشد مسؤولي بتروجيت أن يتركوه، لأن الزمالك هو العيش والهوى والمي والحياة. كانوا يناشدون الزمالك نادي بتروجيت أن يتركوه للزمالك، والزمالك طلب من حامد حمدان أن يأتي له فري، لأن الزمالك لن يدفع فيه فلوس. الآن اللاعب عاد الإصابة ورشده واعتذر